السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلوى المطيري. أنا جتني رسالة شوي غريبة. واحد تاجر قال لي إنه يبي على حسب كلامه عبدة وجارية، وإنه ما راح يقصر وهذا، وإنه بالإسلام محلل هذا الشيء. صحيح كلامه، هو الريال ما كذب. فموضوعه ذكرني موضوع قديم، يعني الموضوع هذا قبل 2 يمكن. كنت أعمل مع شخص، هذا شخص يعني ما شاء الله لساته شباب، فشنو كان كثير يعني يعرف نساء، فكنت يعني مشفقة لوضعه وكذلك مخلصة لعملي. فسبحان الله يعني سنحت لي فرصة اني ظروف اني ازور مكة. فلما زرت مكة طرأ علي هو يعني على وضعه وهذا، لان يعني المهم فدقيت على المفتين في مكة، فقلت لهم وجهت سؤال عن يختص فيه، قلت انه عنده حلال وعنده خير ويعني يحب النساء. فقلت شنو قانون الجواري؟ فقالوا قانون الجواري يعني قال لي المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دولة مسلمة غازية، دولة مسيحية او دولة غير ليست على دين الاسلامي، واسرى، يعني لازم يكون اسرى حرب. يعني قلت هل هو حرام؟ قال لا، بالدين مو حرام، الجواري ليس بالدين حرام، بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة. الحرة عورتها كلها الا وجهها ويدها، اما الجارية من السرة وتحت، يعني تختلف جدا عن الحرة. والحرة لازم بعقد زواج، وهذا الجارية لا، فقط يشتريها وخلاص كأنه يعني تزوجها، فتختلف الجارية عن الحرة. فش اسمه طبعا هم كذلك هنا بالكويت سألت ناس مختصين متدينين وهذا، فقالوا لي يعني قالوا لي صح مشكلة استغفر الله يا ربي، الرجل او الرجل على دين، يعني مو الا ملتزم حيل، يعني يكون رجل سوي بدينه يعني ويكون عنده خير. الحل الوحيد انه لازم يكون عنده يعني اذا لا يريد ان ياتي النساء بالحرام، يعني اذا كان يعني مبتلى بالفتنه، انه يعني هذا هو الموضوع، انه يعني يشتري جواري. فانا يعني شايفه انه يعني يا ريت بالكويت يسن قانون يعني لهذه الفئه، فئه الناس يعني الجواري. وانا كذلك بالكويت شفت حاله ان واحده يعني من دولة، يعني ان شاء الله هذه ما اشبهها بانها جاريه، بس مرت عليها هذه الحاله ان اهلها تخلوا عنها وهذا، فراحت سكنت عند واحده يعني واحده كويتيه، فيعني كانت تطبخ لها وكانت تقوم باعمال البيت وتساعدها. فانا نظرت لها يعني قلت سبحان الله وضعها كانه وضع الجاريه. فهي تقول مو احسن ابات بالشارع او اني امشي بالحرام؟ على الاقل الحمد لله يعني قاعده ببيت وهذا مستوره، لان اهلها تخلوا عنها والله يستر علينا عليها. فيعني استغفر الله عما يغضب وجه الله. انا صراحه اتمنى ان يسنون قانون لهذه الفئه ويفتحون يعني الباب لهذا، مثل ما فتحوا باب الخدم المكاتب وهذا، يفتحون باب الجواري ويسنون قانون صحيح. يعني احنا ما نبي عيالنا يعني يضيعون بالهاوية، استغفر الله يا ربي، اللهم استغفرك واتوب اليك، بالزنا والقاذورات هذه. وان شاء الله يا ربي يا كريم خير. وانا الصراحه انا الدول اللي اشوف انها يعني مثل الشيشان اللي هي بينها حرب وبين دولة ثانية، أكيد في أسرى، فروحوا اشتروا هذول الأسرى، يعني مو أفضل يذبحهم الجوع هناك؟ روحوا اشتروهم وشغلوا هذا وبيعوهم على اللي هني التجار بالكويت، أحسن من التجار يقعون بالحرام. فما فيها شيء، أنا شايفة ما فيها شيء. أكبر مثل بأن كان عنده كثير من الجواري هارون الرشيد، لما توفى وجدوا عنده 2000 جارية، فمو عيب ولا وكانت عنده زوجة واحدة فقط.
فمو عيب ولا حرام، يعني شريعتنا محلله الشيء هذا. والحمد لله الكويت يعني فيها كثير من التجار واللي ملتزمين، وأتمنى الكويت للأفضل إن شاء الله.